الفيديو ده هنتكلم عن البوستس او المقالات في الووردبريس. طبعا هي هتبقى عامله زي البيجز شويه مقسومه جزئين، بارت 1 وبارت 2. بس يعني الموضوع هيبقى فيه تشابه بشكل كبير جدا. يعني غير بس اللي البوست هيبقى فيها شويه اعدادات زياده، اما غير كده كل الحاجات هتبقى زي ما هي، مفيش اي اختلاف. هنروح للداشبورد اللي احنا دايما متعودين عليها. طبعا انا لاحظت هنا اللي فيه 2 ابديتس. تعالوا ايه قبل ما نخش في المحتوى ده نعمل لهم ابديت الاول. كده اتعمل لهم ابديت، تمام. ممكن اللي احنا نكمل عادي زي ما احنا. هنروح للداشبورد وهنروح هنا للبوستس، تمام. ايه الفرق ما بين البوستس والبيجز؟ البيجز هي صفحات. الصفحات مش بيبقى غرضها اللي يبقى فيها كومنتس، مش بيبقى غرضها اللي هي تتشاف كمقالة. يعني لا، الصفحة بيبقى فيها معلومات عن حاجة معينة، غير البوستس اللي هي معروفة بتبقى عبارة عن مقالات. وطبعا انا كنت قلت ليه في بداية الكورس ده خالص ان في بوست في الوورد بريس، عشان الوورد بريس في الاول كان معمول اصلا كمدونة، تمام. هنلاحظ في فرق ما بين البوستس والبيجز، وهما الكاتيجوريز والتاجز، وهنفهم ايه دي وايه دي. تعالوا بس نروح للاول بوستس الاول. يعني شبه كبير جدا جدا للبيجز، نفس كل حاجة تقريبا، غير اللي هيبقى عندنا في السكرين اوبشنز حاجات زيادة: الكاتيجوريز والتاجز والكومنتس، تمام. الكومنتس هي عدد التعليقات اللي موجودة على البوست الواحد، والتاجز دي هنشرح هقولك هي ايه. وهنا الكاتيجوريز دي هو البوست ده تبع اني كاتيجوري. تعالوا نعمل اد نيو بوست نشوف الاعدادات اللي موجودة. نفس كل حاجة تقريبا، مفيش اي حاجة جديدة. هنعمل هنا تيست بوست، تمام، ونشوف هنا ايه الجديد. ستيك تو ذا توب اوف ذا بلوج. لو انت عندك مثلا مقاله شايف ان هي حاجه حصريه او حاجه مهمه جدا، بتعمل الاوبشن ده. الاوبشن ده بيعمل ايه؟ تخيل ان انت ضفت مقاله، تمام، بعد كده ضفت 10 مقالات كمان، بعد كده ضفت 20 مقالة كمان. فعايز اقول لك ان الاول مقالة انت ضفتها هتبقى تحت، بعد كده فوقيها ال10، بعد كده فوق ال10 والمقالة دي ال20. فالمقالات بتنزل تحت خالص في اخر المدونة. لو انت عندك مقالة عاوزها تبقى حاجة حصرية، او اللي هي ايه، اللي هي حاجة حتى لو انا ضفت مقالات تانية برضو المقالة دي تفضل هي في الاول، بتعمل الاوبشن ده عشان يفضل عامل لها ستيك، تمام. دي يعني الستيك تو ذا توب اوف ذا بلوك. نشوف ايه الباقي. عندنا هنا بقى الكاتيجوريز. ايه الكاتيجوريز؟ الكاتيجوريز دي البوست ده تبع انهي قسم. يعني مثلا تخيل ان انت موقع او مدونة بتعمل مراجعات عن الاجهزة الالكترونية، فاكيد هيبقى عندك موبايلات، تابلتس، لابتوبس، بي سيز، مثلا عندك كروت شاشة، الحاجات دي كلها. فانت ممكن تعمل قسم بكل حاجة. يعني مثلا مراجعات عن الموبايلات، تعمل مثلا موبايل ريفيو وده تخليه كاتيجوري، مثلا لابتوب ريفيوز وده تخليه كاتيجوري، وهكذا. والكاتيجوريز بتضاف من هنا، بس يعني بعد ما نخلص الشرح بتاع البوست نفسها هنروح للكاتيجوريز والتاجز، تمام. هتلاقي هنا الكاتيجوريز اللي انت عايزها، وممكن تعمل كويك اد لاي كاتيجوري انت عايزه. مثلا ويب، ومثلا كل كاتيجوري ممكن يبقى ليه بيرنت كاتيجوري زي البيج اتريبيوتس لو انت فاكرها. ممكن نخلي مثلا الويب ده البيرنت بتاعه هو الاذر، وتقول له هنا اد نيو، هتلاقيه اتضاف معاك بالشكل ده، تمام. ده بالنسبه للكاتيجوريز. التاجز، ايه هي التاجز؟ التاجز مثلا ايه، انا عندي بوست بيتكلم عن مراجعة لايفون 12، تمام. تمام، هنعمل ايه؟ ممكن مثلا نكتب هنا ايفون 12، ايفون 12، وهنا نكتب ابل. يعني بتكتب التاجز او الكلمات المفتاحية المتعلقة بالبوست ده. ودي يعني زي ما تقول هي ميزة هتساعدنا بعد كده لما يبقى في سيرش انجن شغال في الموقع، سيرش انجن شغال في الموقع نفسه مش محركات بحث، وخلي بالك من الفرق ده. بس يعني التاجز دي هنبقى نرجع لها بعدين ونفهم بتعمل ايه بالظبط، تمام. الفيتشر ايمج انت اكيد عارفها. الاكسربت خلاص بقى احنا عرفناها. يعني بص لو كتبنا هنا مثلا تيست، عملنا هنا ابديت، ورحنا هنا للموقع عملنا ريفرش، هنلاقي الاكسرب بتاعنا بيتضاف هنا. طب هتسأل سؤال ذكي، لو ما كتبناش اكسرب ايه اللي بيحصل؟ لو ما كتبتش اكسرب بص إيه اللي هيحصل. وليكن مثلا احنا هنعمل الاتي. هناخد مثلا محتوى كبير كده،
وليكن المحتوى ده، نعمل هنا ابديت. فكر معايا شوية ايه اللي ممكن هيحصل لما نروح دلوقتي نعمل ريفرش. هل هيجيب المكان ده فاضي، ولا هل هياخد جزء من الكلام ده؟ تعالى نعمل ريفرش، وهتلاقي اللي هو بياخد جزء من المحتوى بتاع البوستس. تمام، يعني هو بياخد محتوى صغير من البوست هنا، وهتلاحظ اللي هو هنا بيجي وبيقطع المحتوى ده عشان ما يفضلش مكمل معاك لحد تحت. عشان كده هنا هتلاحظ ان الاكسيربت بيبقى مكتوب اللي هو اوبشنال، حاجه اختياري، عايز تكتبها ماشي، مش عايز تكتبها براحتك. هنا الدiscussion بيبقى عندك اللو كومنتس، البينج باك والتراك باكس، دي حاجه مش محتاجين نشرحها دلوقتي، هيبقى ليها شرح بعدين. بس يعني اهم حاجه هنا الكومنتس بتبقى الكومنتنج سيستم على البوست. يعني انا لو دخلت هنا عملت دخلت هنا في المقاله دي، هلاقي ان انا ممكن اسيب كومنت، اكتب كومنت اسمه تيست اهو، بقى فيه كومنت. ممكن ان انا اعمل ريبلاي، بيبقى فيه ريبلايز، يعني كومنتنج سيستم ظريف. طبعا الكومنتس والكومنتنج سيستم هيبقى ليه فيديو لوحده. تمام، ده كده بالنسبة للبوستس. وبس كده، ده كل اللي انت كنت محتاج تعرفه في فيديو النهاردة عن البوستس البارت 1. والبارت 2 هنشرح فيه الكاتيجوريز والتاجز بالتفصيل.